السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي. لا شك أن الزواج نعمة من عند الله عز وجل. إلا من عليك الله عز وجل منان الرحمن بنعمة الزواج، وكذلك نعمة الزوجة الصالحة. خاص الإنسان يقدر هذه النعمة ويعطيها قيمة باش ترفع من مكانته حتى هو العائلية ومكانته الاجتماعية ومكانته الأخلاقية والدينية. ونتيجة لهذا الزواج كيكونوا أطفال وأولاد الحمد لله، لأنه هما قرة الأعين ديال الأزواج، وكيفرحوا بهم وكيستأنسوا بهم وكيوانسوهم في الحياة الدنيا. هما الأطفال هاد الأولاد خصنا نربيهم، خصنا نلقنوهم معاملة حسنة. إلا كتمرري ولا كتمرر أخي العزيز وأختي العزيزة، إلا كتمري أفكار سلبية وأفكار شيطانية الأولاد ديالك الأطفال ديالك، وكيكبروا مع هاد الأفكار ومع هاد الوساوس ومع هاد المعاملات اللي كتربيهم الخايبة، راه غتندمي ندم شديد، ولا غتندم انت أستاذ أخي العزيز ندم شديد. علاش؟ خصنا الأفكار ديالنا يكونوا إيجابيين، افكار ديالنا الازواج يكونوا ايجابيين، خصوصا داك الافكار اللي كنلقنوهم ودوك الترابي ودوك التوصيات وداك النصائح الاجتماعيه اللي كنعطيوهم الاطفال ديالنا والاولاد ديالنا يكونوا ايجابيين، يكونوا مزيانين. علاش؟ باش تكون عندنا واحد التربه صالحه باش يلقاوها الاطفال ديالنا ويكبروا فيها ويتوانسوا بها، باش حتى هما الا خرجوا هلا ما يبقاوش ديما معاك في الدار، غيخرجوا وغيتساطحوا وغيتلاقاو مع الناس وغيهضروا وغيشوفوا البضاعة اللي كانت كتعمر فيهم هاد السنين. إذن خاصنا نعرفوا دائما الأفكار اللي كنلقنوها لولادنا، حيث هما مستقبلنا ومستقبل بلادنا. إلا كان الولد مربي مزيان ولا البنت مربيه مزيان، راه حتى انت غتكون فرحان وغتكون ناشط وغتكون سعيد في حياتك، غيكون داك الدري ولا ديك البنت غتكون مفخره لك وعزه لك، حتى انت حيت انت كتحس انك قدمتي واحد الابن للمجتمع صالح وعنده افكار ايجابيه. وتبارك الله عليكم اخوتي. هذا والتوفيق بالله، كل واحد الله يوفقه، كل واحد الله يصلح له ولاده، وما توفيقي إلا بالله، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت. تبارك الله عليكم.